أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام في هذه النشرة التي تخص الحالة الجوية بالجزائر. إليكم التوقعات بحول الله بآخر التحديثات النماذج العالمية كما يرتقب بإذن الله خلال هذا المساء وكذلك يوم غد الخميس بحول الله أن تبقى الأمطار حاضرة بحول الله، تكون خفيفة على السواحل والقرب من السواحل، وكذلك ثلوج على تلمسان والنعامة والبيض. ستعرف البلاد بحول الله خلال يوم الخميس أمطار ستكون حاضرة بإذن الله مع ثلوج على المرتفعات ما بين 700 إلى 800 متر، نواحي بالعباس، معسكر غليزان، شلف، عين دفلة وسعيدة وتسمسير، وممكن أن تنزل إلى 600 متر أواخر النهار، ثم تنتقل نحو البيض وتلمسان وثلوج أواخر النهار نحو عين وصارة والمدية. ويتوقع بإذن الله يوم الخميس انطلاقة سحب رعدية نشطة من سواحل عناب والطرف وسكيكدا وبجاية وجيجل، ثم نحو بومرداس العاصمة طازة البليدة، ثم تصل بعض الأمطار على قسنطينة، ميلا، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، الشمال، المسيلة والمدية، وكمية الأمطار تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم. ثلوج على كافة المناطق ما بين 700 إلى 800 متر، ممكن تنزل ليلا إلى 600 متر، ومن المتوقع أن تصل بعد جنوب سطيف وباطنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي. سوق أهراس قالمة بحول الله تكون الأجواء ممطرة تقريبا في هذا الأسبوع بحول الله على المرتفعات التي يتعدى علوها ما بين 600 متر إلى 800 متر، خصوصا في الهضاب العليا والمرتفعات الجبلية بحول الله. كذلك خلال يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد أن تبقى الأمطار بحول الله حاضرة مع ثلوج على هذه المرتفعات الجبلية. كما ستعرف البلاد بحول الله موجات من البرد، والولايات المعنية بهذه البرودة الشديدة فهي كل من تبسة، خنشلة، باطنة، أم البواقي، ميلا، سطيف، برج بوعريريج، إضافة إلى البويرة، تجوز، الجلفة، طيار، السعيدة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة وبشار. كما يرتقب بإذن الله الأيام القادمة بحول الله أن تبقى الأمطار حاضرة مع تساقطات ثلجية في المرتفعات الجبلية وكذلك الهضاب العليا. توقعات يوم الاثنين 30 من جونفي 2023 بحول الله ستعرف البلاد بعض التساقطات المطرية تكون أحيانا ضعيفة إلى متفرقة، خصوصا في جيجل، بجاية، سكيكدا، عنابة، سوق هراس، قسطنطينة، خنشلة، باطنة، تبسة. كذلك تساقطات ثلجية في جيجل وخنشلة وباطنة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، ونشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة. موعدنا يتجدد في نشرة أخرى بحول الله، وسنوافيكم بكل مستجدات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.